انت مدرب عظيم جدا على فكره، اقسم بالله ما بقول كده وخلاص. المعلومات بقت موجوده عند كل الناس، بس هو بيطلع المعلومه وبيخش جواها بشكل كده مختلف، ففي الاخر بتلاقوا برودكت او نتيجه نهائيه مختلفه. انت لازم تفهم حجم المشكله اللي انت فيها لو انت عندك دهون زياده ومش عايش حياه صحيه، وتعرف قد ايه ان الخطوه اللي هتاخدها دلوقتي دي هتنعكس على صحتك وثقتك بنفسك وكفاءتك وادائك في كل حاجه، وحتى نظره الناس ليك. يعني اول يوم العيد كنت بقع وانت لحقتني، دلوقتي برضو فكريا بقع وانت بتلحقني تاني. يعني انا بقيت احب اعمل دايت عشان اطبخ الحاجات اللي انت بتطلعها دي. وانا هنا عشان اسهل لك الرحله دي بنظام اكل وتمرين علمي وسهل وشبه اكلنا اليومي. عايزه اقول لك ان انا صغرت، حتى وشي صغر، حاسه انا بقيت عيله يعني. عايزه اقول لك ادخل شوف النتائج وشوف الاكل اللي بياكلوه في الدايت بتاعهم، وابتدي دلوقتي حتى لو مش جاهز 100%. ابتدي بالظروف اللي انت فيها، وكفايه تضييع وقت، الوقت المناسب عمره ما والله يا بيجي. معلم انت مدلعنا، انت مدلعنا. فخور اللي انا شغال معاك والله العظيم يا كابتن.